السلام عليكم. في العصر الحديث كان هنالك شاعر اسمه حافظ إبراهيم، وحافظ إبراهيم كان على رأس قائمة الشعراء الذين أسلموا لأحمد شوقي بأمارة الشعر، وقد قال في ذلك: أمير القوافي قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشعر قد بايعت معي. وهو شاعر عظيم وله قصائد جميلة جدا في كل باب، ولعلنا نتناول اليوم القصيدة العمرية لحافظ إبراهيم، والتي يقول في مطلعها: حسب القوافي وحسبي حين ألقيها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها، لا هم هذا بيان أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها. وهي قصيدة طويلة جدا كتبها في الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر فيها كثيرا من قصصه ومواقفه. ومن ذلك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الفتية الذين يشربون الخمر، لما دخل عليهم وزجرهم وأمرهم بأن يكفوا عن هذا الحرام الذين يفعلونه، وحاجوه بالدين. وقال في ذلك حافظ إبراهيم: وفتية ولعوا بالراح وانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها، ظهرت حائطهم لما علمت بهم، والليل معترك الأرجاء ساجيها، حتى تبينتهم والخمر قد أخذت تعلو ذؤابة ساقيها وحاسيها، سفهت آراءهم فيها فما لبثوا أن وسعوك على ما جئت تسفيها، ورمت تفقيههم في دينهم فإذا بالشرب قد برعوا الفاروق تفقيها، قالوا مكانك قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها. ويقصدون هنا أنهم أتوا بذنب واحد وهو شرب الخمر، وجئتنا بثلاثة ذنوب يا عمر بن الخطاب لا تباليها. فأتي البيوت من الأبواب يا عمر، فقد يزن من الحيطان آتيها. وهذا أول ذنب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسلل سورهم ولم يدخل البيت من بابه. واستأذن الناس أن تغشى بيوتهم ولا تلم بدار أو تحييها، أي أنك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنك لم تستأذن علينا. وأما الثالثة فقالوا: ولا تجسس، فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها. فرجع بعدما سمع ما سمعه منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أكبر حجتهم. وختم بذلك حافظ إبراهيم يقول: فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم، لما رأيت كتاب الله يمليها، وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها.